ابويا فجأة قام كأنه افتكر حاجة مهمة وقال: استنوا، انا فاكر ان قبل ما تتوفى امي بكام يوم كانت متوترة شوية ومتغيرة، وكذا مرة سألتني عن اخبار منى. عمتي منى رفعت راسها بسرعة وبصت لابويا وقالت له: بتسأل عليا ازاي يعني؟ ابويا رد: يعني كانت دايما تقول لي خلي بالك من منى، وكانت دايما تقول لي ان منى مخبية عنها سر. الكلام ده خلانا كلنا نبص ناحية عمتي منى. عمتي منى بان عليها الارتباك وقالت بسرعة: لا، ده امي كانت حساسة زيادة عن اللزوم، انا ما كنتش مخبية عنها سر ولا حاجة. عمي قال لها: انت متأكدة يا منى؟ يعني انت ما كانش عندك اسرار مخبيها عن امي؟ عمتي علت صوتها بانفعال لاول مرة وقالت له: اسرار ايه بس؟ وانت بتلمح الحاجة يا احمد؟ احمد هز راسه بالنفي وقال لها: ده مجرد سؤال، لان مثلا انا كمان امي قبل ما تتوفى حاولت تحكي لي عن حاجة، الجملة دي نزلت علينا كالقنبلة. ابويا سأله بسرعة: تحكي لك حاجة زي ايه؟ عمي قال: كانت متضايقة وقعدت تحكي لي انها قلقانة على منى، وقالت لي بالنص: اختك منى مش زي ما انتوا فاكرين، بس ربنا يستر. انا ما فهمتش قصدها ايه، وعشان كده سألتها: تقصدي ايه يا امي؟ قالت لي: لا، مفيش اي حاجة، انت روح نام بس وارتاح وخلي بالك من اختك.